السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. النهارده أنا بنتي جابت لي التورتة ديّة، هي عملتها لي وفاجأتني بيها بصراحة، حتى أنا ما كنتش يعني ما أعرفش يعني إن هي تعمل لي حاجة أصلًا، لإن أنا عيد ميلادي وعيد الأم، يعني عيد ميلادي 17/4 عيد الأم طبعًا ما عملت واحدة بس باظت منها، فهي النهارده عملتها لي، ربنا يكرمها ويصلح حالها ويوفقها ويرزقها يا رب رزق حلال، وجابتها لي بقى كده. أنا طبعًا ما باعملش الحاجات دي أصلًا، لإن أنا إيه مش باحب آكل، حتى هي جابتها لي ما باقول لها لأ، لإن أنا مش عايزة أتخن بصراحة، هنقسّمها بقى الحتة دي لآدم ولإبراهيم وليّا، هي مش هتاكل منها لإن السكريات وحشة يا جماعة ما ب مش كويسة يعني، لإن أنا مخفّفة خالص. ويالّا كل سنة وأنتم طيبين وأنا طيبة، وربنا يصلح حال عيالنا ويجعلهم بارين بينا يا رب العالمين. أنا هنا بقى باقسّمها عشان هادّي لابني حتّة وآدم ابن بنتي والحمد لله إن الواحد ربنا يجعلهم بارين بينا يعني، إن عيالنا يبقوا بارين بينا ويصلح حالهم ويوفقهم يا رب. والدعا اللي الواحد دعاه لهم في رمضان يكون من نصيبهم، لإن الظروف صعبة جدًا، لا ترابيزة ولا أي حاجة بُصّوا ما باعملش على قد بقى على قد صحتي يا جماعة. أنا عشان كنت باكلم أولادي وكده فمسحت بقى عملت وباكلمكم دلوقتي، هي عاملة قلوب وعملتها بالشكل اللي أنتم شايفينه ده، وخفيفة جدًا، هي بتعمل تورَت أصلًا وممكن تعمل وتبيع يعني، هي هي تخصُّص تورَت، حاجات حلوة، بتعمل حاجات حلوة جدًا بصراحة، وأنا تخصُّص موالح. يالّا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين.